بيبدأ الفيلم بكاتب بيعرفنا أبطال قصته وهو بيكتبها، وبيقول لنا إن أول واحدة في قصته اسمها فوليت وعندها 14 سنة وبتعتبر من أصغر المخترعين في العالم، وكانت بتستخدم الأدوات المهملة اللي حواليها ومحدش محتاجها في اختراعاتها، وكانت تنجح دايما إنها تبهر اللي حواليها باللي بتعمله. وتاني واحد في القصة كلاوس أخو فوليت الصغير، واللي كان بيحب الكتب والقراية بشكل كبير، واللي ساعده في كده مكتبة القصر بتاعهم اللي كان فيها آلاف الكتب عن أي موضوع بيحتاجه، وكان الحاجة اللي بيقراها بتثبت في دماغه على طول ويفضل فاكرها دايما. وآخر شخصية في العيلة دي الأخت الصغيرة جدا صاني، وكانت هوايتها الوحيدة عض الحاجات اللي حواليها. وفي يوم كانوا الثلاث اخوات على الشط وجالهم مستر بو محامي العيله، وقال لهم ان ابوهم وامهم للاسف ماتوا في حريقه كبيره حصلت للقصر بتاعهم اللي اتدمر كله. وبيرجعوا للقصر بتاعهم وبيكون فعلا اتدمر تماما، وبيتقال ان سبب الحريق انكسار الضوء على ازاز الشباك، ومن هنا بدات النار تاكل البيت كله. وبياخدهم مستر بو في عربيته يقول لهم ان واجبه القانوني ان يحمي فلوسهم لغايه لما يوصلوا السن القانوني، وبعدين يتصرفوا فيها زي ما هم عايزين. وبيقول لهم بو ان هياخدهم يعيشوا مع قريبهم اللي اسمه كونت اولاف، وبيكون اولاف ده شغال ممثل. وبيوصلوا لمكان بيت اولاف، وبيكون في بيت جميل جدا وفيه شجر وورود كتير قدامه، بس بتكون المفاجاه ان ده مش بيت اولاف، وبيكون بيت اولاف بيت مرعب جدا، والجنينه بتاعته شجرها ناشف وشكلها مخيف. ولما بيدخلوا جوه بيكون البيت مظلم وشكله مش مريح، وبيرحب بكونت اولاف بيهم في بيتهم الجديد، وبيكون كاتب اساميهم على ايده علشان مش معارفهم ومش مهتم اصلا يحفظ اساميهم. وبيقول اولاف لبو انه سعيد جدا بتربيه الاطفال، وبو بيقول له ان يوم الخميس هيكون في جلسه في المحكمه علشان يبقى وصي رسمي على الاولاد. وبعد ما بيمشي بو بيقول لهم اولاف ان بيته متواضع بس قريب جدا هيكسب ثروه ضخمه.